في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ان التعافي قرار. لكن بعد ما تاخد القرار وتبدأ تمشي طريق التعافي، بيجي سؤال مهم جدا جدا جدا: ازاي اعرف فعلا ان انا بتعافى؟ وهل التعافي معناه ان الحاجة اللي كانت بتخليني اعاني قبل كده اختفت تماما؟ هل معناه اني مش هضعف تاني؟ هل معناه اني مش هحزن او اغضب او اخاف؟ الإجابة لأ، وهي دي الحقيقة. التعافي مش معناه إنك مش هتتعب. التعافي معناه إن تعبك ما بقاش هو اللي بيسوق حياتك. طيب، أعرف منين إن أنا بتعافى؟ في علامات بتدل على ده. أولها إنك بدأت تواجه مشاعرك بدل ما تهرب منها. بقيت تقدر تحس بالحزن أو الغضب أو الخوف من غير ما يكون أول رد فعل عندك إنك ترجع لنفس السلوك القديم أو إنك تستخدم أي وسيلة هروب كنت بتستخدمها قبل كده. تاني علامة إن رد فعلك بدأ يتغير، بمعنى إن نفس الموقف اللي كان زمان ممكن يخرجك عن السيطرة، بقيت تاخد لحظة تفكر وبعدها تختار هتتصرف إزاي. تالت علامة إنك بقيت قادر تشوف نفسك بصدق، تعترف بأخطائك من غير ما تبررها، وفي نفس الوقت من غير ما تكره نفسك وتعيش في جلد الذات طول الوقت. أما رابع علامة، ودي من أهم العلامات اللي موجودة، إنك بقيت تختار بدل ما تتصرف بشكل تلقائي. بقى في مساحة بين اللي بتحسه وبين اللي بتعمله. المساحة دي هي واحدة من أهم علامات التعافي، وعلامة مهمة جدا 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 إن حياتك بدأت تكبر خارج المشكلة. بقى عندك أهداف، بقى عندك علاقات، بقى عندك اهتمامات وحاجات تستحق إنك تعيش عشانها. لأن التعافي مش المفروض يخليك طول عمرك مشغول بالمشكلة، ولكن التعافي الحقيقي إن حياتك تبدأ تبقى أكبر من المشكلة نفسها. وفي الآخر ممكن تعرف إنك بتتعافى لما تكتشف إنك مش محتاج تحارب نفسك طول الوقت، لأنك بدأت تفهم نفسك وبدأت تعرف مشاعرك وبدأت تختار ردود أفعالك وبدأت تبني حياة مختلفة. التعافي مش إنك ترجع للشخص اللي كنت عليه قبل المشكلة. التعافي إنك تبني نسخة جديدة منك، نسخة أكثر وعيا، أكثر قدرة على الاختيار، أكثر قدرة على الحياة. حتى لو لسه في أيام صعبة، ده مش معناه إنك فشلت. أحيانا وجود الألم مش دليل إنك رجعت لورا، ولكن طريقة تعاملك مع الألم هي اللي بتقولك أنت فين في طريق التعافي. أتمنى لكم حياة سعيدة. أكثروا من الذكر فإن الذكر يحيي القلوب. أشوفكم على خير. باي باي.